اهلا بيكم في بأسهل طريقة مع ميم. النهاردة هنعمل طاجن السمك الفيليه. حاجة روعة روعة روعة، خفيف وجميل وما بياخدش منك اكتر من ربع ساعة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في طاسة بقى غويطة كده او حاجة غويطة حطها على النار وحط فيها زيت زيتون. هنزل ببصل مقطع شرايح وهنقلب كده لغاية البصل عندي ما يدبل. هنزل بقى بفلفل اخضر مقطع شرايح برضو، معاه كمان فلفل احمر مقطع شرايح برضو، ومعلقه كبيره من الثوم. كل ده هينزل مع بعضه كده، الخضار كده يدبل مع بعضه. طماطم بقى مقطعه مكعبات كده، هنقلب. هحط بقى التوابل بتاعتي، الملح حسب الرغبه، بهارات سمك لو ما عندكيش يبقى بهارات عاديه 7 بهارات. حط فلفل اسود، بابريكا، وكمون. تقلبتين. الريحة طلعت على طول اول ما حطيت التوابل، الريحة بقت جبارة. هنزل بمعلقة صلصة متدوبة، كوباية مية كده، وعصرة ليمونة كبيرة، نقطتين 3 كده من الخل. هحط بقى البايركس بتاعي او الصينية واحط فيها نص الكمية من التتبيلة دي، وهجيب السمك بتاعي الفيليه وهفرده كده على الخلطة الروعة دي، وهحط طبقة تانية كده من الخلطة، الطبقة التانية كده، وهجيب بقى باقي الخلطة وننزلها كده نغطي بيها السمك، وهنحط تقريبا نص كوباية مية وندخله الفرن. السمك مش هياخد الا ربع ساعة في الفرن، مجرد انه ياخد لون خفيف كده من فوق. طاجن السمك بتاعنا طلع من الفرن، الريحة بقى والطعم والجمال مش قادرة احكيلكوا على حلاوته وعلى طعمه وعلى جماله. لازم تجربوه، وان جربتوه وعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستناها عشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي بقدمها. ودي كانت طريقة عمل طاجن السمك الفيليه في الفرن بأسهل طريقة مع ميم.